السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ معاكم عبد الله عماد. النهارده هنتكلم على اضمن طريقة تقدر تدخل بيها المانيا في 2025، وهي الطريقة اللي انا استخدمتها، وهو باب الدراسة في المانيا. هنتعرف مع بعض على ازاي تقدم على الجامعة، وازاي تختار الجامعة المناسبة ليك، وايه هي المتطلبات، وهل في متطلبات لغة معينة، وايه هي الدورات التدريبية اللي بتحتاجها احيانا عشان خاطر تتقبل في برامج هنا في المانيا. وزي ما عودتكم هنفتح اللابتوب ونمشي خطوة بخطوة مع بعض في الابليكيشن ونشوف الكلام ده بيتعمل ازاي. اول واهم خطوة في اختيار الجامعه ان انت تحدد التخصص بتاعك الاول، تحدد انت عاوز تدرس ايه، التخصص اللي انت عاوز تكمل فيه، سواء كان بكالوريوس سواء كان ماجستير، وتحدد اولوياتك. والله انا محتاج ادرس بالانجليزي، او لا انا هقدر ادرس بالالماني. وده طبعا هتلاقيه في مواقع كتير زي موقع داد اللي عليه تقريبا فوق ال 21,000 فرصه، من ضمنهم 2000 فرصه باللغه الانجليزيه. طبعا لازم ترتب برضو اولوياتك في اختيار الجامعات، يعني انت ممكن تختار الجامعات اللي هي الاشهر. وطبعا نصيحه، ما تحاولش تعمل دايما كل الابلكيشن بتاعك انك تختار الجامعات الاشهر والجامعات المعروفه، حاول يبقى في تنوع بين الاثنين. بالنسبه لاختيار المدينه، حاول دايما انت تختار جامعه تكون بعيده عن الزحمه، وتكون فيها مجتمع عربي كويس تقدر انت تتواصل معاهم وتعمل صداقات من خلالهم، وكذلك يبقى في مجتمع طلابي قوي انترناشونال يعني. ولما انت بتختار كمان جامعه في مكان مش مشهور او جامعه صغيره زي الجامعه اللي انا اتخرجت منها، باوهاوس يونيفرسيتي ان فايمر. فايمر هي مدينه صغيره في قلب المانيا تقريبا، بيبقى فرصك في القبول بتبقى اعلى. طيب يا عبد الله، انا دلوقتي اخترت الجامعات بتاعتي ورتبتها على حسب الاولويات، ومستعد دلوقتي ان انا اقدم على الجامعات. ايه هي المتطلبات بقى اللي انا محتاجها؟ واحد، هتحتاج شهاده الثانويه العامه بتاعتك موثقه ومعتمده، سواء انت كنت هتقدم على بكالوريوس او ماجستير لازم شهاده الثانويه العامه بتاعتك تكون موثقه ومعتمده من السفاره الالمانيه. اتنين، شهاده البكالوريوس لو انت هتقدم على ماجستير اكيد طبعا. واحيانا في بعض الجامعات بيطلبوا حاجه زي بيان الدرجات، بتبقى انت جايب كده زي ترانسكريبت للمواد بتاعتك. وفي بعض الجامعات بقى كمان رخمه شويه، لو انت مثلا بتدرس مجال بعيد شويه عن تخصصك، او هتعمل زي شيفت كارير هنا في المانيا، فبتقدم حاجه اسمها المحتوى العلمي. ده برضو بيختلف من جامعه للتانيه، بس انا هقول لك عامه يعني. تالت حاجه هي صوره شخصيه ليك وجواز سفر ساري، طبعا مش هتعرف تسافر من غير ما يكون معاك جواز سفر. رابع واهم حاجه هي الموتيفيشن ليتر، وده حاول تخليه حاجه مميزه، ما تخلوش حاجه مثلا ثابته لكل الجامعات بملاها وبقوم جاي باعتها، لا حاول تخليها حاجه مميزه، كل جامعه اكتب عنها اكتر. لازم الموتيفيشن ليتر ده يغطي ثلاث حاجات اساسيه: اول حاجه بيانات عنك انت كشخص، تاني حاجه بيانات عن الجامعه، تالت حاجه جوه الموتيفيشن ليتر هو ليه الجامعه تختارك. فانت لازم تقول والله انا عملت كذا 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 كذا، والجامعه بتاعتكم بتماتش الباشن بتاعي في نقطه 1 2 3. خامس حاجه هي شهاده اثبات اللغه، فلو انت هتدرس بالانجليزي فانت محتاج على الاقل بي 2 في اللغه، سواء كانت بقى شهاده ايلتس او توفل. ولو هتدرس بالالماني كذلك بتحتاج برضو مستوى بي 2، ممكن تاخده مثلا من جوتا او تلك او اي جهه تانية. ولكن خلي بالك ان موضوع اللغه ده بالذات هو موضوع يعني محوري شويه، كل ما السكور بتاعك في اللغه بيبقى اعلى كل ما فرصك تكون احسن. يعني انت النهارده لو انت معاك مستوى سي 1 مثلا وانت بتقدم على ماجستير بالانجليزي هتبقى فرصك اعلى. كذلك برضو في بعض التخصصات الطبيه بتبقى تحتاج حاجه اسمها يعني فاخشبراخه، اللي هو بتبقى محتاج حاجه تكنيكال اكتر. فدي بتحتاج ان انت بعد ما تيجي تاني، انت خلاص اوريدي خدت بي 2 مثلا في بلدك، وبعد ما تيجي المانيا هنا بتبدا تاخد سي 1 ولغه متخصصه فيها بقى المصطلحات العلميه الخاصه بيها. كذلك برضو في الهندسه في بعض الحاجات زي كده، فطبعا بتختلف من برنامج للتاني. حاجه مهمه لازم تحطها في اعتبارك برضو ان انت تحط بادجت للموضوع ده. الموضوع ده لحد ما مكلف، يعني الاوراق عشان توثقها وتستخرجها من الجامعات بتاعتك هتاخد فلوس كتير، عشان خاطر تاخد ميعاد في السفارات عشان توثق هتاخد برضو فلوس. كذلك برضو التقديم نفسه على الجامعات، في جامعات كتير التقديم فيها بيكون مجاني او الجامعه بترجع لك الفلوس، بس لازم تسال الجامعه الاول اذا كان عندها الامكانيه ديت. ولو انت هتقدم مثلا حاجه زي يوني اسيست اللي احنا هنتكلم عليه في اخر الفيديو، هتحتاج انت تدفع رسوم للابلكيشن تقريبا 125 يورو الاول مره، وبعد كده بتبقى 75. ودايما خلي بالك من التايم لاين بتاع التقديم، فلو انت بتقدم في سمستر الوينتر فانت محتاج ان انت تقدم في المواعيد التاليه اللي هتظهر لك. لو انت هتقدم على سمر سمستر فانت محتاج تقدم في المواعيد التاليه اللي هتظهر لك على الشاشه. وخلي بالك طبعا ده بيختلف من جامعه لجامعه ومن برنامج لبرنامج. خلينا بقى ننقل دلوقتي على اللابتوب ونتكلم اكتر. لو انا دلوقتي عاوز اختار مجال معين وادور عليه واختاره واقدم على الجامعه هعمل ايه؟ يلا بينا نيجي بقى نفتح اشهر موقع في التقديم على الجامعات في المانيا، وهو يوني اسيست. يوني اسيست هتلاقي هنا ان انت تقدر تغير اللغه بتاعتك الانجليزي. هيقول لك هو حاطط اصلا طريقه التقديم في 6 خطوات، تقدر انت تشوف ال6 خطوات نفسهم. اول حاجه ان انت تعرف معلومات عن البرنامج اللي هتقدم فيه في المانيا. تاني حاجة ان انت تعمل بلان للابليكيشن بتاعك، تعرف والله انا محتاج اقدم ايه، واعمل ريفيو كمان للدوكيومنتيشن اللي انا هشتغل عليها ديت. تالت حاجة اللي هي تبدأ تجمع بقى الفايلات اللي انت تقدمها، لان زي ما قلت كل جامعة ليها
فايلات خاصه بيها، فانت تقدر تجمع الفايلات. رابع حاجه انك خلاص تعمل ابلاي، تعمل سبميت للابلكيشن بتاعك من خلال الاونلاين بورتال، ودي حاجه احنا هنعملها دلوقتي مع بعض. انا اوريدي عملت ابلكيشن وقدمته. وخامس حاجه تدفع كل الرسوم. سادس حاجه ان انت تبعت بقى الاصول وتستنى الرد من الجامعه. فكده دي الخطوات كلها. احنا هنبدا خطوه خطوه. اول حاجه لو فرضنا ان انا عاوز اعرف شويه معلومات، طبعا هنا في فيديو بيشرح لي الدنيا. لو انا هقدم باتشرال هيبقى دي الكورسات هنا، لو هقدم ماستر فخلينا احنا هنقدم ماستر. فهيقول لك انك لو هتقدم ماستر يبقى لازم يبقى معاك شويه يعني كرايتيريا تشيك، شويه معايير بتختبرها الاول، ان انت تكون اوريدي خلصت اندر جراد ستاديز، يعني اوريدي معاك باتشلر. كذلك ان انت ممكن تشوف الجامعه بتاعتك معتمده ولا لا، وده انا عملت فيديو عن الموضوع دوت، ممكن تشوفوه هنا، اللي هو ازاي تعرف ان الجامعه بتاعتك معتمده ولا لا، او لو هي ما طلعتش اتش بلس يبقى ايه الحل، خلال موقع اسمه انابن. وبعد كده بتشوف اللغه، لو انت تقدم على برنامج بالالماني بتبدا تشوف طبعا اللغه اللي انت محتاجه للبرنامج اللي انت هتقدم عليه دوت. طبعا ده احسن مكان تقدر تقدم فيه على برامج للتبادل الطلابي بين الطلبه يعني، وكذلك برضو المنح الكامله للانترناشونال بروجرامز. طيب انا خلاص عرفت انا عاوز ايه، هخش على يوني اسيست يونيفرسيتي او يونيفرسيتيز. فهتلاقي ان في تقريبا فوق ال 170 جامعه موجوده هنا بتتعامل مع يوني اسيست. طب اعرف ازاي الجامعه اللي انا بقدم عليها دي بتتعامل مع يوني اسيست ولا لا؟ لو دخلت على موقع الجامعه نفسها وعملت ابلاي هتلاقي فيه انترناشونال ابلكيشن، هتبدا ان انت يوديك ليوني اسيست. طيب خلينا نبدا اللي احنا اول حاجه نجرب اللي احنا هنقدم فيه تورينجيا. طبعا لازم تبقوا عارفين قبل ما تخشوا المقابله بتاع السفاره تبقوا عارفين الولايات بتاعت المانيا. هنختار مدينه فايمر، هنختار الباوهاوس، ودي الجامعه اللي انا يعني اتخرجت منها. هتلاقي ان الجامعه بتاعتي دي بتقبل الابلكيشن اونلاين، بس بتقبل الاونلاين ابلكيشنز من خلال يوني اسيست. فده معلومه كويسه جدا. مجرد ما انا عرفت الجامعه بتاعتي وعرفت ان انا ينفع اقدم من خلال يوني اسيست، بتك على الدوكيومنتس اللي انا محتاج اخش اشوفها. هيقول لك والله في فيديوهات هنا، يقول لك الدوكيومنتس بتاعتك وازاي تتشيكها. طبعا احنا مشينا الكلام ده خطوه بخطوه. خليني بقى اعمل ساين ان دلوقتي وندخل مع بعض في الابلكيشن نفسه. فاول حاجه تعمل ماي اسيست هنا، وتكتب مثلا ديجيتال وتختار الجامعه والولايه وماستر، وتعمل سيرش. هيظهر لك البرنامج اللي انا اتخرجت منه، هو ديجيتال انجينيرنج. هتقوم جاي تختار هنا. طبعا ممكن تشوف التفاصيل بتاعته الاول، تعرف ان هو فول تايم كورس، بيدرس بانهي لغه، هو عباره عن ايه، الحاجات اللي انت محتاجها عشان خاطر تفهم البرنامج دوت بيبقى ايه بالظبط. وطبعا بيديك لينكات تقدر انت تتك عليها، تروح على الصفحه بتاعت الجامعه نفسها وتشوف الدكتور مثلا جان هو المسؤول عن البرنامج دلوقتي، فتشوف كل التفاصيل. وبعد ما كده تبص على اللغه، هتلاقي ان هو محتاجين على الاقل توفل 85، محتاجين ايلتس 6.5، وهكذا. كل التفاصيل تقدر تلاقيها. طب خلاص انا اوريدي عرفت. طبعا برضو كذلك تقدر تعرف الديدلاين بتاع الابلكيشن. فانت عندك 15/7 2025 لو انت هتقدم في الوينتر سمستر، ولو انت هتقدم في السمر سمستر هتبقى 15/1/2025 اللي هو خلاص كمان كام يوم. تاكا سيلكت، هتعمل اكونت، تعمل ساين ان، هيظهر لك هنا الايميل اللي انت اخترته ورقمك في الابلكيشن. هتيجي بعد كده تختار تاني سيلكت، وهتقول انا عاوز اقدم على السمر سمستر 2025. السمر سمستر احنا قلنا اللي هو هيبدا في شهر 9. هتقول انا عاوز اقدم على السمر سمستر، وهو السمر سمستر ده اللي هيبدا مفروض في شهر 4. بعد ما تضيفه هتلاقي هنا في ماي ابلكيشن، تفتح الابلكيشن اوفر فيو، هتلاقي ده الابلكيشن بتاعك. طبعا في ابلكيشن فورم انت بتملاها بالكامل، فيها التفاصيل بتاعتك كلها، وكذلك برضو بتعمل البيمنت وبترفع الفايلات. انا هنا اوريدي خلاص رفعت الفايلات كلها اوريدي وعملت البيمنت. تلاقي في الاخر هيبقى الابلكيشن بتاعك عباره عن حاجه زي كده. ده كده الابلكيشن بعد ما انت خلاص ظبطت كل حاجه. ده كده الابلكيشن بتاعك للسبمشن، وهيرد عليك الجامعه بقى يقول لك والله محتاجين ان انت تبعت الاوراق اللي ناقصه، او والله احنا محتاجين كذا منك، او محتاجين كذا منك. ده بكل اختصار كده انا مشيت معاكم خطوه بخطوه يوني اسيست، ازاي ان انت تقدم على يوني اسيست، ازاي تختار الجامعه، ازاي ان انت تدفع الفلوس، وكذلك برضو ازاي انت بتاخد الفيدباك بعد ما تخلص. المرحله الجايه هي ان انت بتنتظر رد الجامعه عليك. بيجي لك ايميل من الجامعه يقول لك والله الاوراق بتاعتك ديت بتميت الريكويرمنت، او لا محتاجين ورقه زياده زي مثلا ايلتس او وات ايفر. فده كده باختصار ازاي تقدم على جامعه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش ان انتوا تشيروه مع اصحابكم، والسلام عليكم.